اهلا بيكم في اي نيوز. اي نيوز يعني انا وانت اللي بنعمل الخبر مع بعض. هنتكلم في كل الحاجات المهمه وهنشوف ايه بيحصل حوالينا ونتناقش فيه. تابعونا. موسيقتها حلوه جدا، بتخرجك من المود مهما كنت متضايق، وفوق كل ده بتخليك تخس وتبقى رشيق جدا. تعالوا مع بعض نشوف رقصه الزومبا. أنا ساجة سامر، عندي 13 سنة، في سنة تانية إعدادي. أنا ابتديت استعراض وأنا في سنة 6. اسمي محمد هشام، عندي 14 سنة. ابتديت استعراضات من تانية ابتدائي. ممكن في الأول عشان ما تكونش تعرف توفق بين الاستعراضات والمذاكرة وكده. بعد كده لما بتبدأ بتعرف تظبط ما بين الوقت بتاع الاستعراض والوقت بتاع المذاكرة. ماما هي اللي شجعتني، كانت عايزاني أكسب ثقة في نفسي، لأن وأنا صغيرة كنت شايفة نفسي بقى وحش، فهي كانت شايفة إن دي أحسن حل. بتمرن في المدرسة بس لو في رقصة أو كده أنا عايزة أكد عليها، بشغل أغنية في البيت وأتمرن عليها. هو الرقص عامة أنا مش واخده كهدف، يعني هو بعمله بس في وقت الفراغ وكده. مثلي الأعلى في الاستعراضات مايكل جاكسون. ممكن تبدأ في الأول تكون مكسوف ومش واخد على الرقص وكده، بعد كده من كتر ما بتعمل براكتس كتير وبتاع فتاخد عليها. فشجع أي حد إنه يرقص ويتعلم رقص وكده. عايز أطلع مهندس ديكور عشان بحب الرسم بقى وكده. اسمي جاسمين عمرو، عندي 14 سنة. دخلت مجال الاستعراضات من KG، يعني غالبا هي المدرسة اللي كانت بتساعدني على ده. كان في ناس بتقولي انت مش بتعرفي ترقصي، او انت بتبقي خشب على الستيج مش عارفة تتحركي. اكتر جملة احبطتني انت مش نافعة او مفيش امل فيكي. ما بطلتش خالص، انا بالعكس اشتغلت على نفسي اكتر. يمكن كان فعلا في يعني حاجة فيا مش مظبوطة، ابتديت اظبطها وابتديت اني اتمرن اكتر. يا ترى اهلك بيعتمدوا عليك وبياخدوا رايك في القرارات المهمه ولا لا؟ اهلي بياخدوا رايي في القرارات اللي في البيت، عشان انا ليا راي على طول، وبحب ان انا ابقى موجوده وليا شخصيه في البيت، ودي حاجه برضو تهمني، لان القرار ده برضو هيأثر عليا يعني. ايوه بياخدوا رايي ويشوفوا الاول لو انا عرفت اغير رايهم، لو انا اشرح لهم ان ده غلط او صح بياخدوا رايي. اهلي طبعا بياخدوا يعني اي حاجه بتحصل ليها علاقه باكتر من حد واحد في البيت بياخدوا رايي فيها. اكيد، يعني في اوقات بياخدوا رايي في حاجات مهمه، في اوقات يعني بينفذوها، وفي اوقات بيبقى فيها في مشاورات تانية. انا شايفه ان انا كبيره ان هم ياخدوا رايي. بياخدوا في البيت رأي كتير، فمثلا في المشاوير اللي أهلي بيحددوها، بس لازم برضو ياخدوا رأي فيها. أحيانا بياخدوا رأيي في القرارات، معظم الحاجات بياخدوا رأيي، معظم الحاجات لأ برضو، يعني في ناس أحيانا بياخدوا رأيي وأحيانا لأ. عمرك فكرت تشارك في اي اعمال اجتماعيه زي اعمال خيريه او تبرعات مثلا؟ لو ايه هي؟ لا، انا عمري ما شاركت على اي حاجه مجتمعيه. انا ما شاركتش في حاجه مجتمعيه عشان ما شفتش حد بيعمل حاجه زي كده. انا شاركت في حاجه مجتمعيه. اخويا كان بياخد علبه بلح وانا باخد علبه بلح، وفي رمضان كنا بننزل المسجد بنوزع البلح. انا ما فكرتش اشارك في حاجه مجتمعيه عشان ما شفتش حد بيعمل كده قدامي. في 2 بينضفوا في الشارع، انا نزلت نضفت معاهم الزباله. اتفاجئ جمهور الفنان يوسف الشريف بعد ما عرض البوستر بتاع الدعايه بتاعته لمسلسل رمضان ان البوستر شبه جدا فيلم ذا رينج. متحف مدام توسون الشهير في هولندا هيفتح فرع ليه في تركيا، وهيكون اهم الشخصيات في المتحف جلال الدين الرومي وميسي واتاتورك. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض نجم فقرتنا هيقدم لنا ايه. انا اسمي سيف الدين يسري. النهارده هنعمل حظاظه يدوي، احسن ما تشتريها من بره تعملها انت بايدك. الادوات اللي احنا عايزينها، عايزين خيط بلاستيك 8 مللي تمام ما بيتقطعش، عايزين خرز او خشب على هيئه الشكل ده، عايزين شكل جمالي نحطه في نص الحظاظه عشان يبان شكلها حلو، ولا وعايزين مقص عشان نقطع في الاخر ويدينا فينيش حلو. نجيب الخيط والخرز، نحط 8 وحدات، تختار اي شكل انت عايزه، بيتباع عادي متوفر. كده نركب 8 تانيين، واخر واحدة تاني نركبها عشان يكمل العقد اهو.
كده بقى نعمل الفينيش بتاعها، نعمل كده نربطها ربطة عشان تديك الفينيش النهائي بالمقص. بص الاتنين دول بقى عندنا حظاظة. خلصت حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها، ودايما هنستنى رايكم على السوشيال ميديا وهنستناكم تتابعونا. باي.